إلى صفحة 390. يقول هنا: وعن الصادق عليه السلام قال: أتدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال: إنهما سقتا قبل الموت، يعني الامرأتين، طبعا قصد عائشة وحفصة. هذا الكلام قد ذكرته لكم في تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 389 صفحة 390. كذلك يقول حسين آل عصفور البحراني: فبهذا نعتقد ونقطع بأن معاوية وطلحة والزبير المرأة يقصد عائشة، وأهل النهروان وغيرهم ممن حاربوا عليا والحسن والحسين عليهم السلام كفار بالتأويل. كلام في كتاب محاسن الاعتقاد أصول الدين، ذكر هذا الكلام في محاسن الاعتقاد في أصول الدين صفحة 157. هل ستقول في حسين آل عصفور البحراني ما ذكرتموه في هذا الرجل، في ياسر الشيعي الحبيب؟ الجواب قطعا لا. أيضا يقول الكليني: وعندما ساق السند الطويل في هذه المسألة وهي عن أبي، يقول هنا سأحكي السند: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن الخيبري عن الحسين بن ثويب وأبي سلمة السراج قال: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة 4 من الرجال و4 من النساء، فلان وفلان وفلان ومعاوية، ويسميهم وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية. الكافي المجلد الثالث صفحة 342. ماذا يقول المجلس في هذه الرواية؟ يقول: والكنايات الأول أي فلان وفلان عبارة عن الثلاثة بترتيبهم، والكنايات الأخيرتان عن عائشة وحفصة. هذا الكلام ذكره المجلسي في كتابه مناة العقول المجلد 15 صفحة 174. إذا قولوا في هذا المجلس ما قلتم في الشيعي ياسر الحبيب. يقول أحد علماء الشيعة، بل يلقب يعني سبحان ربي العظيم، يعني عمدة العلماء والمحققين، محمد التويسركاني، أو كما يقع عندهم أسماء عجيبة في هذا الأمر. يقول هنا: تنبيه، اعلم أن انتبه أيها الشيعي، والله إنها نار تلظى. يقول سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله لا نريد إلا هذا الفوز. احذر أيها الشيعي، والله ما راح ينفعك لا الشيخ بن باز ولا السستاني ولا الباحث ولا محمد سبتار ولا ابن الصحابة ولا البالتوك، ولا ما راح يسعدك أي إنسان، ما راح يعني يسعدك أي إنسان، ولا راح ينقذك أي إنسان، إنما أنت وفي صندوق العمل وهو القبر. فإذا كنت تعتقد بهذا فجهز الإجابة. يقول هنا هذا العالم وهو ملقب بعمدة العلماء والمحققين، محمد تويسركاني، قال: تنبيه، اعلم أن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن عليهم اللعنة إن كنت في المبال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول أشرف وأفضل وأنسب مكان في لعن هؤلاء، قصد أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة إلى آخره، عند المبال، فقل عند كل واحد من التخرية والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال، يعني فرغ همك، لا تفكر بأي شيء، لا تشيل هم. يقول: اللهم العن عمر، ثم أبا بكر وعمر، ثم عثمان وعمر، ثم معاوية وعمر، ثم يزيد وعمر، ثم بن زياد وعمر، ثم بن سعد وعمر، ثم شمر وعمر، ثم عسكر وعمر، اللهم العن عائشة وحفصة وهند إلى آخره، فيما ذكر عليه من الله ما يستحق. هذا الكلام ذكره في كتابه لآل الأخبار المجلد الرابع صفحة 92. هذا الدين جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لأمة الإسلام؟ هل هذا الدين الذي قال عنه سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام؟ هذا الدين الذي قال سبحانه وتعالى يعني آيات كثيرة جدا تبين يا أحبة هذا الجهل وهذا الطعن وهذه الزندقة ورب الكعبة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
آيات تتلى. اقرأ أيها الشيعي، اقرأ فقط هذه النصوص في كتبك. الكلام الذي قدمه الشيعي ياسر الحبيب إنما هو في كتبكم من علمائكم. إذن عليكم أن تتبرؤوا من هؤلاء كما تبرأتم من هذا الشيعي ياسر الحبيب. أخيرا يقول محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب عندهم مؤخر عنا، هذا القمي الصدوق، يعني ماذا قال؟ انتبهوا يا أحبه. يقول يروي هنا طبعا عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ قال حلال الدم، خلص عمره. لاحظ يقول حلال الدم ولكني أتقي عليك. يعني حط في بالك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرق في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. ايش فافعل؟ قلت فما ترى بماذا؟ قال توه ما قدرت عليه، يعني خلاص، يعني حاول انك تخطي يسار يمين لا احد يشكك، لا يصيدك احد، لا ينتبه لك احد، اياك. هذه الرواية ذكرها القمي في كتاب علل الشرائع صفحة 601، وكذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 18 صفحة 463، وكذلك نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 307. الخلاصة كل ما ذكر بارك الله تعالى فيكم إنما هو موجود في كتب الشيعة، كل ما ذكرناه إنما أسندنا بذلك من قال من علماء الشيعة بقول ياسر عليه من الله ما يستحق. ياسر الشيعي، وأكرر لا تفصلوا الشيعي عن ياسر، اكتبوها ياسر الشيعي الخبيث الزنديق، ليعلم الجميع بأنه هذا الرجل شيعي ابتداء، فلا تتبرؤوا منه أيها الشيعة، إنما ما ذكر إنما هو موجود في كتبكم. لذلك انتبه نفسك أيها الشيعي، الروايات في كتبك طوام، الرواية عندكم أنتم على دين، إن أظهرته أذلك الله وإن أخفيته أعزك الله. والله عز وجل يقول في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي أنه يريد أن يظهر الإسلام على جميع الأديان عذرا أو خاص يا أحبة. طيب ما أدري إذا كان في مجال للأسئلة ما في بأس إن شاء الله تعالى، اعذرونا وخاصة الآن نظرت فيه بارك الله تعالى فيكم. على العموم اعذرونا إن أطلنا يا أحبة بارك الله تعالى فيكم، إنما اجتهدت في بيان الحقيقة التي يعني غابت عن كثير من خصوصا دعاء التقريب، وأنا أسميهم في الحقيقة هم دعاة يعني التخريب لا التقريب، لأننا لن نتحد أبدا مع من يطعن، مع من فقد أصل التوحيد. فعندما يقولوا توحيد الكلمة نقول لا، بل التوحيد قبل توحيد الكلمة، فليوحدوا الله عز وجل سبحانه وتعالى. بعد ذلك نجلس معهم ثم نتناقش ونتسامر وننظر ماذا قالوا في حق هؤلاء الصحابة، فليكفوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نكف نحن بعد ذلك. هذا ما عندي والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. تفضل الحبيب الماجد.